حبايب قلبي في الامارات، والله هتاخد 50 درهم دلوقتي لو لسه ما حملتش تبتب سند. حمل تبتب سند وحول فلوسك من الامارات على مصر، ومع اول حواله هتدخل كود مصر 2، هتدخله في الحته اللي هي بتاعت اضافه رمز ترويجي. دخلت كلمه مصر 2 كده يا معلم، انت ضمنت ال 50 درهم. خلاص ربطت الحساب بتاعك بالفيزا زي الفل، كله تمام، والابلكيشن امان ومرخص من سوق دبي المالي. وانت بتحول كده انت معاك 50 درهم، هتزود مثلا 100 درهم، هتدفع 100 درهم، يبقى انت كده معاك هتحول لمصر 150 درهم. يعني انت استفدت ب 50 درهم مع اول حواله على مصر. الكلام ده يا جماعه انا مش بضحك عليكم، انتوا عارفين لو في حاجه فيها مصلحه لينا بنخش. فهتاخد 50 درهم والله العظيم دلوقتي. حمل تبتب سند واعمل الحاجات اللي قلت لك عليها، هتاخد 50 درهم. يلا سلام. نسيت اقول لكم، وهيقدر في مصر هناك يستلم منك عن طريق الحساب البنكي او اتصالات كاش او فودافون كاش اللي هي المحافظ الالكترونيه يعني. يلا سلام تاني، سلام تاني.